اتكلمنا في فيديو قبل كده عن لو انتوا انتروفيرت ومش متعودين على ان انتوا تتعاملوا مع الكوليجز بتوعكم او زملائكم والسوبرفايزرز في الشغل، وبتبقوا حاسين ان انتوا مش عارفين تتكلموا وتاخدوا تدوا معاهم، تعملوا ايه؟ واحده من الحاجات اللي ممكن تعملوها لو انتوا في زي واتساب جروب ما بينكم والناس بتدخل تهزر وكده وانتوا مش عارفين تكتبوا ايه او تعملوا ايه، من الحاجات اللي ممكن تضيفوها لكلامكم استخدام الايموجي. لان احيانا بيبقى الريتن كوميونيكيشن او التواصل كتابيا احيانا بيعمل شويه مشاكل. يعني ممكن تكونوا انتوا بتقولوا حاجه بلهجه لطيفه جوه دماغكم يعني، ولكن لما تيجوا تبعتوها للناس هم مش عارفينكم قوي فيحسوا ان انتوا بتهاجموهم في حاجه. فالافضل هنا استخدام الايموجي. يعني زمان كان بيبقى استخدام الايموجي دوت حاجه مش بروفيشنال، ولكن دلوقتي احنا ممكن نستخدمها عشان خاطر معظم التعامل بقى كتابيا. حاجه كمان وهي استخدام الستيكرز especially لو هي يعني culturally appropriate وما فيهاش مشكله يعني كتعامل او ما فيهاش حاجه مسيئه لاي حد، فساعتها ممكن نستخدم الستيكرز بشكل لطيف مع الناس. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو اللي جاي. يلا اقعدوا بالعافيه.